السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا مشاكل فرخ الحمام الزينة. ناس كتير جدا بتسألني بتقول لي يا ابو هاجر انا جبت حمام جاكوين من الجاوي الفلاني ومش عارف افرخه. ليه يا باشا مش عارف تفرخه؟ دايما بيروق بيض عندي، دايما مش عارف يتذكر يخصب النتاية، دايما في مشاكل عندي. طيب في الفيديو دوت هنعرض لك ازاي تقدر تتعامل مع الحمام الجاكوين، وهنقول لك ازاي ان انت تفرخ الحمام الجاكوين، وايه الحضان المناسب للحمام الجاكوين، وايه افضل مساحات عيون نفرخ فيها الحمام الجاكوين. النهارده موعدنا مع الحلقه رقم 15. الله يكرمك ركز معايا كده عشان تعرف تستفاد من الحلقه دي، واتمنى حضرتك تعمل مشاركه للكل عشان الكل يستفاد. تمام؟ بص يا اخي، اولا كده مبدئيا الحمام الجاكوين زيه زي اي حمام. حمامه احنا بنشبهها بالبلدي، عظمها عظم حمام بلدي. حمام الجاكوين هي حمامه هاديه، حمام مهدل. طيب حد بيقول لي يا ابو هاجر انا جبته وفرخت وجيت افرخه ما عرفتش، وقصيت الكرك برده ما فرخش معايا. بص، موضوع الكرك اللي هو الشعر الزياده اللي على الدماغ دوت، بصوا يا جماعه اهو اللي هو الشعر ده، الريش ده، تمام؟ يقول لي انا قصيته عشان يفرخ وما فرخش معايا. احنا ما بنقصش الكرك، احنا مالناش علاقه بالكرك. الكرك هو بيتحكم فيه، هو بيفتحه وبيقفله. يعني تعالى اتفرج كده، لما بيجي يكلف بتلاقيه بيفتح الكرك بيرميه على الجنبين وتلاقي دماغه ظهرت، يخش يكلف وبيوقف الكرك وبيشد الكرك لما بيخاف، او يبقى ايه الذكر بيغزل الطيره او العكس. تمام كده؟ طيب ما احنا نفرخه ازاي يا ابو هاجر؟ مبدئيا كده فرخ الحمام الجاكوين لازم اقل حاجه عين 50 في 50 60 في 60 لازم العين تكون 60 في 60 في ارتفاع 45 او 50، ده العين المناسبه لفرخ الحمام الجاكوين. تمام كده يا جماعه؟ طيب ايه تاني يا ابو هاجر؟ يستحسن لو العين اكبر من كده، يعني 70 في 70 في ارتفاع 50 يبقى 10 على 10. تاني شيء تيجي عند فتحه المجمع تحت اللي هي فتحه الشرج يا جماعه، تمسك بالمقص كده، تروح ماسك ايه الفتحه بتاعت المجمع، ماشي؟ تروح ماسك المقص وتقصها قصه حلوه كده اهو بالمقص كده اهو، تمام اهو، وتمسك ايه تقص فتحه المجمع تخليها باينه قرعه